حياك الله يا عزيزتي. تقول ولدي من حكومي، بنقل ولدي من حكومي لانترناشونال. زعلان يقول ابغى اخوياي من ان يوم وديته، مع انه يوم وديته المدرسة الجديدة يشوف عزيز عجبته فيما يخصه، مع انهم اسوأ اصدقاء. هلا بك. لا خلاص، لا عادي اللي سويتيه صح. احيانا انا ضد انه ننقل مدارس عيالنا اذا كانوا مستقرين واذا كانت امورهم كويسه وكل شيء، ولكن اذا كان في له مصلحه لا عادي، لابد ان انا اتدخل. انا دورك كأم وكأب، مو بناها، ما بناني انا اللي يبي الولد انا بلاحق. وحتى الناني نقول لها اذا شفتي غلط قولي له لا، فما بالك انت الام او الاب لازم يتدخل. مو بغلط، في مدارس حكوميه وفي اساتذه حكوميين، يعني انا يعني يشار لهم بالبنان، ما تلقينه في أي مدارس. ولكن أنا فاهم شعور، ممكن الجو العام، ممكن المنطقة حقة المدرسة أو شيء أو غيره أو نحوه. أنا أتفق معك. أنت شايفة الأفضل إنك تنقلين المدرسة دي وشايفة إنه هذه مصلحته، انقلي. لا يهمك، لا تقول شلون يزعل مني، ليش لهالدرجة يعني زعلان مني، يبقى زعلان مني. لا، يزعل ويرضى عادي. هذه يعني الله، أهم شيء ما سويتي شيء غلط أنت. والشيء الثاني بيكبر وبيفهم أنت ليش نقلتي، فلا يهمك. اذا قال قولي لا هذه مدرسه احسن وبتتعلم احسن وخلاص. لا تاخذين وتعطين كل شوي تراضين، ها ان شاء الله مبسوط، ها ايش رايك، ها كانك انت تتوسلين. لا لا، خليك قويه، انت ام. لا يقعد زعلان اليوم عادي، بكره يا بعدين واذا ما رضيت تقرا راسك بالجدار وترضى ان شاء الله. اتركونا من الكلام عاد. تعرفوني انا ما احب انظر، ناقش وفهم واجلس واشرح وسوي كل شيء، بس بالنهايه انت لك حق القرار. اوكي، ممكن استاذن الولد انا انه انقله من فصل لفصل واقنعه، ممكن اسوي، ممكن باخذ واعطي معه في طريقه لبسه، في طريقه اكله، في طريقه، بس هذا تعليم ومستقبله. هذا استثمار. انا ماني بقاعد اشاور والله انه لا انت ولا لا، انا لا، اللي سويتيه صح. ولا تقعدين يعني تضعفين قدامه انك ايش رايك. لا خلاص، قلتك هذه يا ماما انا بيدك. ايه ما يخالف، تعرف على ناس ثانيين عادي، وش المشكله؟ عادي. ترى بتدخل بكره بتروح ثانوي، ممكن اخوياك يروحون، ممكن ننقل احنا بيت ثاني وانت ننقل مدرسه ثانيه، ممكن بكره بتدخل الجامعه بتتعرف على ناس، بتروح لما وظيفه ثانيه وبعدين وتتعرف على ناس جدد، بكره بتتزوج وتتعرف على ناس جدد. هذه سنه الحياه يا بابا، عادي كذا تقولين. لا تعطين كثره يعني الضعف قدامه. طيب